سنة ورا سنة وأثيوبيا بتثبت إنها بتلعب بالنار في أخطر مكان جيولوجي في أفريقيا. الناس فاكرة إن الخطر كله في أزمة المية، لكن في قصة أكبر من كده بكتير. قصة محدش بيحكيها ولا حد عايز يقرب منها. الخطر الحقيقي في مكان السد نفسه، على هضبة بتتشقق من ملايين السنين. لو حد فاكر إن سد النهضة أول تجربة لأثيوبيا يبقى مش متابع كويس. ده في أكتر من سد تم بناؤه. سد جيبة 2 حصل له انهيار جزئي في جسم القناة بعد تشغيله. سد تكيزي اتشق فيه شرخ كبير ووقفوا توليد الكهرباء. سد جيبي اتأخر سنين بسبب انهيارات أرضية تحت جسم السد. آخرهم سد بولي سنة 2021 غرق كل القرى اللي حواليه بسبب خلل في بوابات التصريف. ده غير عشرات السدود الصغيرة اللي تسجل فيها تسرع، هبوط أرضي أو انهيار جزئي. طب ليه كل ده بيحصل؟ لأن الهضبة الأثيوبية أصلاً عبارة عن صخور بركانية هشة. أي وزن زيادة بيسبب انهيار بسهولة. طب وسد النهضة اتبنى على آلاف الحفر والشقوق اللي تحته، والغريب إنهم بيزودوا سعة التخزين بدون دراسات كافية. غير كده تم ملاحظة حاجة غريبة جدا. قبل السد الزلازل كانت بين 4 و6 سنويا، لكن دلوقتي أول شهرين في 2025 سجلوا 179 زلزال. رقم خيالي مش كده؟ ومش بس كده، بركان كان خامل من حوالي 10,000 سنة فجأة ثار، والدخان وصل عشرات الكيلومترات فوق الأرض، وغطى اليمن وجنوب السعودية ووصل لسلطنة عمان، وأثر عليه الطيران بشكل كبير جدا. اللي محيرنا بجد، بلد كانت طبيعية نسبيا فجأة بقى فيه متغيرات بتحصل، والحاجة الوحيدة اللي جدت في الفترة الأخيرة هو سد النهضة وبحيرته الضخمة اللي بتخزن 74 مليار متر مكعب. يعني هو ممكن يكون السد سبب في كل ده؟ سؤال كبير يستحق وقفة وتأمل. تعالوا بقى نرجع للتخبيط اللي بيحصل. بقوا يفتحوا بوابات الطوارئ كل شوية فجأة، يفتحوا البوابات والسودان تغرق، يقفلوها فجأة فالمنسوب ينزل ويبوظ الأراضي الزراعية، بعدها يقولوا دي فيضانات طبيعية. طب ليه فجأة بوابات الطوارئ؟ لأنهم فعليا مش قادرين يتحكموا في التدفق ولا عندهم منظومة أمان حقيقية. هو ده مقصود لإغراق السودان ومصر؟ لا، الواقع أبسط من كده وأخطر. أثيوبيا مش قادرة تدير سد بحجم ده، ولا عندها نظم حماية زي السدود الكبيرة في العالم. بوابات الطوارئ عندهم بيفتحوها مضطرين، لأن مفيش تنسيق مع دول المصب ومفيش منظومة إنذار لسكان السودان. والنتيجة، كل سنة السودان بتغرق أكتر من السنة اللي قبلها، وكل ده بسبب إدارة عشوائية مش مخطط لحدوثها. طب والخطر الحقيقي؟ الخطر مش في النيل، الخطر في الأرض نفسها. منطقة السد سجلت زيادة الزلازل بعد بدء التخزين، فوالق نشطة، انجراف ترابي عالي، وزن ضخم جدا على جسم السد. ده غير إن السد نفسه اتبنى بسرعة غير طبيعية وبأقل تكلفة ممكنة. الكارثة اللي محدش عايز يفهمها، لو حصل خلل كبير مش لازم يقع السد كله عشان يحصل كارثة. مجرد فشل جزء في البوابات أو هبوط في جسم السد أو شرخ كبير، كل واحدة من دول كافية إنها تعمل طوفان يمسح مناطق كاملة في السودان. أثيوبيا أعلى من السودان ب 350 متر. أي مية هتنزل بسرعة هتبقى بسرعة الصاروخ، وانتوا عارفين بقى متخيلين إيه اللي ممكن يحصل. الأخطر إنه مفيش أي دولة في العالم تبني سد ضخم في منطقة زلازل. وسؤال تاني، مين ساعد أثيوبيا في بناء السد والمعروف إن إمكانياتها ضعيفة؟ بيقولوا إن أثيوبيا اعتمدت على نفسها في بناء سد النهضة مع بعض الدعم الخارجي. يعني خارجي زي مين وهيستفيدوا إيه؟ هسيب لكم انتوا الإجابة. مصر بعيدة تماما عن سيناريو الغرق، والسد العالي واقف زي حائط صد. لكن لو حصل خلل كبير في سد النهضة، التأثير اللي هيوصل لمصر هيكون في تنظيم المياه مش أكتر. والسؤال الحقيقي اللي لسه ملوش إجابة، هي أثيوبيا مستعدة يوم ما يحصل خلل، ولا الدول اللي تحت السد هي اللي هتدفع الثمن؟ اللي جاي محدش يعرفه، بس كل العلامات بتقول إن اللي جاي هيبقى أهم من اللي فات. شاركنا برأيك في التعليقات، وقول لنا أنت شايف الموضوع من أنهي وجهة نظر. ويلا سلام.